هجمات أنصار الله. هذا اليوم أعلن الجيش الإسرائيلي منذ ساعات الفجر بأن منظومات الدفاعات الجوية حيث اعترضت صاروخا باليستيا أطلق من اليمن قبل دخوله إلى الأجواء الإسرائيلية وفقا لبيان الجيش الإسرائيلي، لكن مرة أخرى ولليوم الثاني على التوالي وهي المرة الرابعة في غضون الأيام الأخيرة الماضية يستيقظ عدد كبير من الإسرائيليين، نتحدث عن أكثر من مليوني إسرائيلي على الأقل رولا استيقظوا فجر هذا اليوم على صافرات انذار في عشرات المدن والبلدات الإسرائيلية الواقعة في المنطقة المعروفة جوش دان أو تل أبيب الكبرى في مدينة تل أبيب والمدن والبلدات المحيطة بها من جهة الشمال والشرق، وكذلك في الساحل الداخلي الجنوبي لمدينة تل أبيب. الجيش الإسرائيلي قال بأن